إلى جابس الآن 4 مشاريع في مجالات مختلفة تمت مناقشتها في تظاهرة تونسي ونغير، التي توفر فرصة لتشجيع الشباب على بعث المشاريع وحفزهم على المبادرة الخاصة. تمت في المناظرة الخاصة بتظاهرة تونسي ونغير مناقشة 4 مشاريع في مجالات مختلفة. تظاهرة يراد منها توفير فرصة للطلبة لتقديم مشاريعهم وتدريب الشباب على حسن الاختيار. شباب اخترناهم تم تدريبهم مدة 5 شهور. بعد التدريب هذايا كونوا فرق، والفرق هذوما قاموا ببرامج، والبرامج هذوما كيفاش نجموا يحسنوا في منطقة جابس متعلقين بالأهداف التنمية المستدامة من الأمم المتحدة. البرامج هذوما اليوم باش يقدموهم في محاكاة انتخابات بلدية. الجمهور هو باش ينتخب شكون ممثل نتاع الولاية اللي باش يكونوا بعد حاضر في برنامج تدريبي باش يكون قادة الغد. العديد من الطلبة أجمعوا على فائدة هذه التظاهرة. هذه واحدة من الفضاءات اللي نجموا احنا نخرجوا فيها القوة اللي عندنا والطاقات اللي عندنا باش نجيبوا مشاريع بناء نجموا نبنوا بها بلادنا. كيف في نقطة ثانية، المشروع هذه اللي هي محاكاة للانتخابات اللي هي تنجم تعاوننا نهار آخر في انتخابات الجهوية والبلدية المحلية القادمة أن نجموا دورنا يكون فعال. كير سنتر هو مشروع للعناية بالصغار في الفترة النهارية اللي جايين من فئات اجتماعية هشة، اللي عندهم أولياء عندهم سوابق ولا عندهم إدمان ولا يجوا في الفترة النهارية للسنتر متاعنا فقط الفترة النهارية باش يقوموا العناية بهم صحيا نفسانيا وتعليميا زاد. تونسي ونغير تظاهرة نظمتها المعهد الدولي للمناظرات ومبادرة الشراكة الأمريكية للشرق الأوسطية بالتعاون مع الغرفة الفتية الاقتصادية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس.